السلام عليكم. جيتكم دابا فيديو خفيف ظريف. فيديو غادي نهضروا فيه على الاجتماع ديال المكتب المديري واللي تناقشوا فيه بزاف ديال الامور. ومن الامور اللي تناقشوا فيها هو استضافه المغرب كاس العالم 2030 او ترشح المغرب ثلاثي لتنظيم كاس العالم 2030، زائد ترشح المغرب لاستضافه كاس العالم 2024 ديال الفوتسال، وزائد هذاك اللي محسوم هو تنظيم كاس افريقيا 2025. زائد كان واحد القرارات مهمين اللي هو ان الجامعه الملكيه المغربيه تثقيل رئيس المديريه ديال التحكيم يحيى حدقه، المساعد ديالو كعواش ولا ما عرف المهم شنو الدور ديالو في هذيك اداره التحكيم حتى هو باي باي، وعطاو باش يخلي الذمه ديالو رئيس الجامعه من هادشي كامل. عطى العصبه الاحترافيه انها هي اللي غادي تعين رئيس جديد ديال اللجنه ديال التحكيم، وغادي تكلف بزاف ديال المهام. وفيما الجامعه غادي تكلف يعني تبقى عندها مهمه واحده هي بالمنتخبات الوطنيه والصوره الخارجيه ديال المنتخب الوطني. هادشي كامل مزيان، ولكن واحد الحاجه ما تذكراتش: فين وصلوا التحقيقات ديال ليبيي؟ هذوك البؤساء او الفاسدين كما سماهم رئيس الجامعه ما سمعنا عليهم والو. 10 يناير دازت، العواشر احنا فيها، رمضان غيدخل ومازال ما سمعنا حتى شي حاجه. تحقيق، انا واحد الحاجه اللي تنامن بها هو انه التحقيق عندنا في المغرب فاش يبدا كاع ما كيسالي. ممكن يبدا تحقيق دابا ومن هنا دوز واحد العامين ولا 3 سنين وما عمرنا ما غنعرفوا لا شكون اللي تلعب بهذوك لي بيي ديال المنتخب الوطني في كاس العالم ولا حتى شي حاجه. المهم التحقيق راه كاين وصافي. شكون هما البؤساء ولا الفاسدين اللي داروا هذا الشيء الله اعلم. واحد الحاجه هو انه تنشوفوا بان رئيس الجامعه بشر الرجاء بانها الى دات زعما تشامبيونز ليغ هاد اللي جايه 23 ولا 24 ولا 25 غتضمن المسابقه ولا المشاركه في كاس العالم للانديه اللي ضمناتو الوداد، الاهلي، الريال، ليفربول، الهلال، وبزاف ديال الفرق اللي داو المسابقات من 2021 حتى النهار ديال 2025، حيت تغييرات المسابقه ما غتبقاش كما هاد السيستم باش خدامين دابا، مي غادي تولي على طريقه كاس العالم 32 فريق. غادي تشوفوا مونديال ديال الانديه على طريقه مونديال ديال المنتخبات. وهذا الشيء اللي كاين عندنا في هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم.